السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم الفصل والخياطه. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نبرمو الحرير. بان حنا دابا كنديروا الدروس ديال الطرز، فضروري خصنا نتعلموا كيفاش كنبرمو الحرير ديالنا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غنبرمو الحرير، ولكن قبل ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جديد. اذا اول حاجه كناخذوا الحرير، كندورو على الصبع ديال رجلينا باش كيعطيو لنا بهذا الشكل جوج وحدات. غادي ناخدو غادي ندورو هكايا على الصبع ديال اليد الاولى بهذا الشكل، وغادي ناخدو الثانيه اللي غادي نبرموها. نبداو هانتي شوفي معايا، غادي ندير من التحت للفوق هكا. نحاول انني نبين في الكاميرا، هانتي شوفي معايا من التحت كنطلع الخيط للفوق، كيدور من التحت للفوق بهذا الشكل هذا. من التحت ناخدوه من التحت وغادي نطلعوه للفوق. ما عرفتش واش باين مع التصوير ولا لا، حاولت انني نوضح لكم قدر الامكان. كيجي بهذا الشكل هكا من التحت للفوق. ملي كتبرم هذا، مثلا هذا برمناه 3 المرات، غادي نلويوه عاوتاني على الصبع ديالنا، نحلو هذا وهذا كذلك من التحت للفوق، وغادي نبرمو حتى هو 3 المرات بنفس الطريقه من التحت للفوق. هانتوما بهذا الشكل هذا من التحت للفوق. شويه جايني صعيبه مع التصوير، كنحاول انني نوضح قدر الامكان بهذا الشكل هذا. اذا هذا اللي خدمناه، هذا اللي برمناه 3، هذا نبرموه 3، برمناه هذا 4 المرات، نبرموه هذا 4 المرات. شحال ما برمنا هذا نبرموه هذا، وعلى حسب عدد المرات، على حسب الطول ديال الحرير، وعلى حسب شنو بغينا، واش بغينا نديرو به الرباطي ولا الطرز التونسي. بحال دابا الطرز التونسي ما كيبغيش يكون مبروم مزيان، الطرز الرباطي كيبغي يكون مبروم، فعلى حسب شنو غادي تخدمي. من بعد كنجمعوهم بجوج بهذا الشكل، وكنوليو عاوتاني نبرموهم من التحت للفوق نفس الشيء، من التحت للفوق. وكذلك نفس عدد المرات. الا برمنا دوك مثلا 3 المرات 3 المرات، هذا غنبرموه 3 المرات فاش كنجمعوهم بجوج، حتى هو غنبرموه 3 المرات. برمناه 4 مثلا، هذا فاش غنجمعوهم بجوج غنبرموه 4، وهكذا. شحال ما درنا من برمه غادي نديرو له عاوتاني ملي نجمعوهم بجوج نفس الشيء من التحت للفوق كما قلت لكم، ونحيدوه صافي. كيعطينا هاد النتيجه هذه في الاخر كما كتشوفي. ها هو هذا راه مبروم مزيان، انت كما كتشوفي. ها هو. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه ومفهومه. الا ما فهمتيش خلي لي في التعليقات، ونولي نعاود نحاول انني نشوف شي طريقه اللي نصور بها يكون مفهوم اكثر. شكرا انكم كملتوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك الفيديو.